السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حي الله هذه الوجوه الطيبة، حي الله أحبابي وأصحابي في جميع الصفحات، وأسأل الله أن يوفقكم لما يحب ويرضى. عندي بعض الأسئلة البسيطة، سؤال 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 سؤال، والإجابة عندك. ليس شرطا أن تكتب الإجابة، ولكن جاوب أنت من نفسك. ذكارة، جاوب من عندك. إذا ما قريت أنت الآن أو أي وقت القرآن الكريم، أي حين عاد اقراه؟ في رمضان. طيب وبقيت السنة؟ يعني دخولك على الفيسبوك، تعليقاتك، مشاركاتك، إرسالك، تأميم، والقرآن. ليش ما تقرأ لك آيتين يا أخي؟ آيتين، ثلاث أربع آيات يا أخي. ليش يا أخي أنت ممنوع من الخير؟ اليوم الأول، الثاني، الثالث، الأسبوع، أسبوعين، ثلاثة، ما لمست المصحف يا رجال. حتى الجوال هذا ضي الجوال. ليش ما تنزل عليه المصحف؟ ليش ما تنزل عليه تطبيق القرآن الكريم واقرأ لك يا أخي آيتين تقربك من الرحيم؟ لكن في الفيسبوك كتابة، الواتساب كتابة، تويتر، انستغرام، سناب شات، يكتب يكتب يكتب، يعلق ويتصل ويتكلم. لكن لا عند المصحف، لا عندك كلام الله، كلام حبيبك الذي خلقك ورزقك وأعطاك وكساك وحماك وعافاك ومع ذلك ما تقرأ كلامه. ليش الجفوة بينك وبين كلام الله؟ لسانك مربوط، ممنوع من الكلام. لسانك مكسوس، ممنوع من النطق. ايش اللي يمنعك من كلام الله سبحانه وتعالى؟ يا عيب الشوم. الجريدة تقراها وتهرها كلها، الموقع تدخله وتهر الخبر كله. لازم عودة كريمة إلى الله يا رجل. أقل شيء يقرأ لك صفحة، وجه، آيتين. اقرأ يا أخي مشان القرآن يشفع لك يوم القيامة. هذا كلام ربك حبيبك، ما هو كلام فلان ولا علان. كلام ربك الذي خلقك. كل ما قريت آية كل ما تقربت إليه، كل ما قريت آية أخرى كل ما أحبك الله، كل ما قريت آية كل ما فتح الله عليك أبواب رزقه، كل ما قريت آية كل ما بارك لك الله في زوجتك وأولادك وذريتك وما تملك. دق بابه، اقرأ كلام الله ومتع بصرك، وبصرك بعدها ما بينظر للحرام. اقرأ ورتل بلسانك وسمعك وجوارحك وكلها لن تعصي الله. إذا أدمت النظر في كتاب الله تأكد أنك لن تنظر إلى ما حرم الله. أهملت كتاب الله أغواك الشيطان ودخلك في حبل لا تنتهي، كل شوي بعدين ذنوب معاصي. كلام الله شفاء لك، رقية لك، حصانة لك. اعمل جدول بسيط، كم دخولك لصفحات الفيسبوك في اليوم الواحد، وكم دخولك لكتاب الله. شفت انك محروم؟ اعد الجدول واعد التفكير وخذ نفس وقول يا رب لازم يوميا يكون بيني انا وياك صلة، آية، آيتين، ثلاث، وارفع صوتي وارتل، سواء كنت في المسجد، في الوظيفة، فوق السيارة، فوق الطيارة، فوق الباخرة، فوق أي شيء. المهم رتل آيات الله سبحانه وتعالى، حتى لو ما بش مصحف اقرأ بلسانك، اقرأ الفاتحة، اقرأ قل أعوذ برب الناس. المهم يا أخي هذا يكون رطب بذكر الله سبحانه وتعالى. ربما شفاءك من مرض أو سحر أو عين من هذه الآيات، ربما تخلصك من ذنوب الخلوات والنظر إلى ما حرم الله من النظر في هذه الآيات، ربما طيبة قلبك وخشع قلبك وعودتك للأخلاق الحميدة وطاعة أبوك وأمك من كلام الله لما تقرأه. جرب، دق باب الكريم واقرأ حروفه وكلماته. كلام الله لك تطهير وتكثير، كلام الله لك عودة وسعادة ومحبة. كم أتمنى وكم تتمنى أن احنا ندخل الجنة. طيب رتل الآيات. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ وارقى
ورتل فإن مكانك عند آخر آية تقرأها. شفت كيف ترتقي أنت حبيبي؟ الله يحفظك. إذا أعجبك المقطع هذا وفي فائدة ارسل لغيرك، خليه يستفيد. أخوك، أبوك، خالك، جدك، عمك، أي واحد ارسل له، الأجر من الله سبحانه